شكون بحالي توحش هذا النوع ديال المسمن اللي كنا كناكلو شحال هذيك كنا كندوي في الفران ديال الزنقه كيجي مقرمش وزوين ولذيذ من الداخل بواحد الطريقه لذيذه وسهله التحضير والمذاق. يا ليل يا عيني. اول حاجه كنجيبو قصريه كنديرو فيها 2 كيسان ديال الفينو، 4 كيسان ديال الفورس، شويه ديال الملحه، معلقه ديال الخميره د الحلوى، شويه ديال العسل بلا السكر، وكنجمعوا العجينه ديالنا بالماء يكون دافي. من بعد نجمعوا العجينه ديالنا على هادشي كيف ما كتشوفوا كندهنوا بشويه الزيت من الفوق، كنديروا في بلاستيك غذائي وكنخليوه ترتاح اطول مده ممكنه باش تجينا مطلوقه العجينه. وباش نحضروا الحشوه اول حاجه كنقردوا الفلفله والبصله والمعدنوس حتى هو كنقردوه. من بعد كنجيبوا الهاشواغ اللي خديناها من عند تيمو، كنطحنوا البصله والفلفله، كنطحنوا غير شويه د لاشواغ كاليتي مزيانه وصلت لي ميم با 10 ايام. كنضيفوا الكفته، المعدنوس، الملحه، البزار، التحميره والكمون، شويه د الثومه بودر، كنخلطوا كلشي مزيان والكفته ديالنا واجده. من بعد في المقله كندير شويه الزيت والكفته ديالنا كنشحروها مزيان حتى كطيب وكنخليوها ابار. من بعد ما العجينه ديالنا طلقات كنديروا كويرات على هذا الشكل وكنخليهم يرتاحوا غير شويه. من بعد في بول كنديروا الزيت والسودانيه والتحميره كنخلطوا مزيان وكنديروا في البلون دو طرافاي، وكنجيبوا الكويرات ديالنا كنسرحوهم بالطريقه العاديه كيف ما كتشوفوا، كنديروا الحشوه الوسط وكنجمعوها على هادشي كيف ما كتشوفوا. وباش يجينا مسمن مره كنديروا وحده في قلب وحده، وهذا هو السر ديال النجاح ديال الوصفه. كنسرحوها مزيان كندخلوها في الفران طيب على خاطرها. وشوفوا لي هذا المنظر وهاد التقرميشه وهاد التوريقه، راه ما نعاودش لكم، راه لذيذ بزاف، جربوا على حسابي.